السلام عليكم، كي دايرين حبيباتي؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى يا ربي تكونوا بخير وعلى خير، وكنتمنى تكونوا في صحة جيدة يا ربي. اليوم جيت باش نشارك معاكم بعد هاد الغيبة الطويلة. كنعتذر بزاف بزاف لأنني غبت عليكم بسبب واحد الظروف. ودابا أنا رجعت ليكم بهاد الوصفة الجميلة اللي نالت إقبال كبير كبير كبير، واستعملوها بزاف ديال الناس. بغيت نقترحها عليكم. فيها أجر كتير مع الله سبحانه وتعالى. بالنسبة للناس اللي تيعانيو من الجرثومة ديال المعدة، جيت باش نعطيكم هاد الوصفة. اللي كتعرفوا شي واحد عنده الجرثومة ديال المعدة، بغيت نعطيكم هاد الوصفة باش تقولوها ليه. الله يجازيكم بخير. اولا كتحتاجوا جلوف ديال الرمان، كتاخديهم تسكرميهم مزيان. بعد ما تيكرموا كتطحنيهم مزيان. فاش كطحنيهم كيوليو على شكل غبره. كتاخدي واحد الغربال او واحد الزيف يكون رقيق، وتحاولي انك من بعد ما طحنيهم تغربليهم مزيان تيوليو على شكل بودره. ومن بعد تاخدي معاهم العسل الحر وتحاولي تشكليهم كويرات. ومن بعد تحاول المريض بمرض الجرثومة انه يستعملهم كل صباح على الريق. ياخد حبة وحدة، يعني يكون هذاك الرمان والعسل يديروا على شكل كويرات. كل صباح ياخد كرة على الريق، ويبقى ربع ساعة عاد باش يفطر. راها مجربة ومضمونة 100%. وشحال من واحد استعمل الدواء واستعمل معاه حتى هاد الوصفة، والحمد لله جاب الله الشفاء على هاد الوصفة. كنتمنى الإخوات والإخوة اللي سمع هاد الوصفة أنه يقولها لأي واحد مريض بجرثومة المعدة.